السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وكلمتين مع العمدة حمزة عبد الكريم. يعني انا مش متخيل ان في لاعب عنده 17 سنة يجي له عرض من برشلونة والاهلي بيماطل عشان الفلوس. يعني انا بصراحة دي مش فاهمها. هو ايه المشكلة؟ الاعارة الست شهور دي معروض عليك كام فيها؟ معروض عليك 1.2 مليون دولار. تمام، يعني انت بتتكلم في اكتر من 60 70 مليون جنيه. انت تخرج لاعب 6 شهور، لاعب مش اساسي عندك، ما بتلعبوش، لسه صغير. بص، كل المقومات بتقول لك مشيه. هو في اخبار بتقول ان خلاص ان هو هيتم الموافقه على العرض. يعني هو ده الطبيعي. ده المشكله ان انت لا كنت بتفكر او كنت بتماطل. في مشكله كبيره يا سيدي. انت هم شايفين في حاجات انت مش عارف تشوفها. احنا الواد لعب ماتشين، اللي هو كاس مصر وكاس العاصمه ده، ما الفرقه مش مساعداه وما بنلعبش بالفريق الاساسي. الناس بدأت تهاجمه وبيقول لك برشلونة عايزاك على ايه ومش عارف ايه. يا جدعان في ايه؟ الناس دي شايفه في حاجه احنا مش عارفين نشوفها. الناس دي خلينا متفقين احنا بعاد قوي 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 عن ان احنا نكتشف المواهب ونطلع لعيبه شباب كويسه والكلام ده. لان احنا عندنا اللاعب لحد 25 سنه بيبقى لسه ناشئ، بيتقال عليه ناشئ، في حين ان لامين يامال 17 سنه كان مكسر الدنيا ونجم العالم. فلا، هو في مشكله عندنا. تمام، فسيب بقى اللعيبه ربنا يكرمها وتخرج. كان عندك مدرب عينه كويسه متأسس صح، زي كروش، طلع لك محمد عبد المنعم، طلع لك مرموش. يعني فاهم، ظبط لك الدنيا. محمد عبد المنعم ده مع كان الاهلي عمال يعيره يعيره يعيره، كان في الاخر هيتفض بيه الحال لحد سيراميكا او زد وبيعه وشكرا على كده ويبقى لاعب عادي خالص. لا، كروش شافه قال لك يا باشا اللاعب ده انا هعرف اخرج منه حاجه كويسه. تمام، بقى احسن مدافع في افريقيا ونجم الاهلي واحترف، والاهلي دلوقتي لايص من غيره، دي الحقيقه. فانت خلي الفرصه، ادي الفرصه للناس ان هي تخرج تشوف حالها. تمام، لان ده مش منطقي ان لاعب يجي له عرض من برشلونه وعنده 17 سنه. انا دي هتجنني. ده 17 سنه يا جدعان. يعني مش لاعب اساسي عندك و 28 سنه فمن السكواد الاساسي، فانت بتفكر حتى لو 28 سنه. دي برشلونه في فرق كبير. انا الاهلي، وانا على فكره ما بشجعش حد غير الاهلي. يعني انا لا بشجع ريال مدريد ولا برشلونه ولا بشجع اي حد من بره. بس ده المنطق. تمام، ومن الاخر العمده بيقدم محتوى فاخر.